علاقتهم بتنجح وبيفضلوا مع بعض طول العمر، وناس تانية مهما حاولوا العلاقة مش بتكمل. ووقتها الناس بتسأل كده بعد ما العلاقة ما بتنجحش أو لما بيشوفوا حد ناجح في علاقته. بس أنا شايف إن الموضوع مش سهل. العلاقات دايما محتاجة رعاية واهتمام زي الزرع بالظبط. حلو التشبيه ده، بس المشكلة ان مش كل الناس بتعرف تزرع صح. في ناس بتهتم وبتبذل مجهود وبرضه العلاقة بتفشل. صح، لأن مش بس بالمجهود هو اللي بيحكم العلاقة، في حاجات تانية مهمة لازم تكون موجودة في العلاقة. طب عايزين نفكر بصوت عالي ونحاول نفهم مع بعض ايه اللي بيخلي العلاقة تنجح وايه اللي بيخليها تفشل. خليني في البداية أرحب بكل مستمعين بودكاست مراية، وأرحب بلايف كوتش أحمد. ازيك يا كوتش؟ حلقتنا النهاردة موضوعها بيشغل ناس كتير. جاهز نبدأ؟ أهلا بيك يا كوتش، برحب بيكي وبكل مستمعينا في بودكاست مراية. أنا جاهز جدا أبدأ لأن الموضوع ده في صميم حياتنا، وبنتعامل ونشوف كل يوم تقريبا سواء معانا أو مع اللي حوالينا. طب خلينا نبدأ بسؤال قوي. ايه الحاجات اللي بتخلي العلاقة تنجح وتستمر؟ أول حاجة وأهم حاجة التواصل الصح، لما الطرفين يعرفوا يعبروا عن مشاعرهم وأفكارهم بدون خوف أو هجوم. في ناس بتفضل تكتم جواها وده بيعمل مشاكل كتير. فعلا، وساعات بيكون سوء الفهم هو سبب المشكلة، مش الفعل نفسه. يعني مثلا ممكن حد يقول جملة بطريقته وما يكونش قصده حاجة، والطرف التاني ياخدها بمعنى مختلف تماما. علشان كده لازم نفهم ونتأكد قبل ما نحكم على الموقف. بالظبط كده. ممكن أضيف معاكي نقطة مهمة، وهي الاحترام والتقدير. لما كل طرف يحترم التاني بجد مش مجرد كلام. يعني مثلا لو حد عمل إنجاز في شغله المفروض الطرف التاني يشجعه بدل ما يهمله أو يحبطه. الاهتمام والتقدير بيفرق جدا. وبرضه لو حد محتاج دعم نفسي ما ينفعش التاني يقوله مثلا كبر دماغك. ايه الحاجات الصغيرة دي؟ في ناس كتير حوالينا الدعم النفسي والتشجيع بجد بيفرق معاهم بطريقة ما تتخيلوهاش. طب ممكن نتكلم عن الجانب التاني، وهو ايه اللي ممكن يخلي العلاقة تفشل أو ما تنجحش؟ سؤالك مهم جدا يا كوتش. في حاجات كتير ممكن تتسبب في ان العلاقة ما تنجحش، واول حاجة ممكن ابدأ بيها وهو سوء التواصل. لما حد بيحس انه مش مسموع او رأيه مش مهم بيبدأ ينسحب نفسيا من العلاقة حتى لو موجود شكلا. النقطة دي صعبة جدا، لأن اللي بينسحب نفسيا غالبا مش بيرجع تاني حتى لو العلاقة استمرت شكليا. وده بياخدنا لحاجة تانية، وهي الإهمال العاطفي. لما حد يلاقي إن التاني مش مهتم، مش مسموع، مش مرغوب فيه، ولا بيسأل ولا بيحاول يفهم مشاعره. وده ممكن يحصل حتى لو الطرف التاني مش قاصد، مجرد انه ما يهتمش بالتفاصيل الصغيرة زي السؤال عن يومك او المشاركة في تفاصيل بسيطة. وده بيخلينا نتكلم عن التقليل من الطرف التاني سواء بالكلام أو الأفعال. في علاقات بتبوظ بسبب التريقة أو التقليل من الطرف التاني، أو إنه يكون شايف نفسه أحسن من الطرف التاني. وده بيخلي العلاقة تتحول لصراع بدل ما تكون مساحة امان. علشان كده مهم جدا اننا نكون سند لبعض، مش سبب في ارهاق بعض نفسيا. ممكن أضيف نقطة مهمة، وهي إن النجاح في العلاقات محتاج إن كل طرف يكون عنده مساحته الخاصة. مش لازم خالص يكون مع الطرف التاني 24 ساعة علشان العلاقة تكون قوية. لان لو حد في العلاقة حاسس انه مخنوق او مش عنده وقت لنفسه هيتعب وهيبدأ يبعد حتى لو بدون قصد. لازم يكون في توازن في العلاقة علشان محدش يقرر يبعد سواء بإرادته أو غصب عنه. طيب الحب والاحترام والتواصل موجودين، لكن المشكلة إن الخلافات هتحصل. فإزاي نقدر ندير بدون ما نخسر العلاقة؟ الفرق بين العلاقة القوية والعلاقة الضعيفة هو ازاي بيحلوا مشاكلهم. العلاقة القوية مش معناها ان المشاكل مش موجودة، لكن معناها اننا بنحلها صح. وبدل ما نتخانق ونسيب بعض عشان مشكلة، نحاول نلاقي حل يرضي الطرفين. بالظبط كده، وده اسمه التفاوض في العلاقة. كل طرف يتنازل شوية علشان نوصل لنقطة وسط. زي ما التواصل الجيد بيبني العلاقة، التواصل السيء ممكن يهدها تماما. ساعات مش لازم يكون في خناقات بين الطرفين، ممكن السكوت نفسه يكون سبب في فشل العلاقة.
لما حد يتعود انه ما يشاركش افكاره او مشاعره، العلاقة بتتحول لمجرد روتين بدون اي مشاعر حقيقية. وده بيخلق فجوة بين الطرفين، وكل ما الوقت يمر الفجوة دي بتكبر. طب خليني أسألك، ايه احساسك لو حد قعد يقارن بينك وبين حد تاني طول الوقت؟ ده شعور سيء وصعب جدا. وهنا المشكلة في ناس بتفتكر ان لما اقارن بحد كده انا بحفز اللي قدامي، لكن الحقيقة انت بتكسر اللي قدامك، بتدمر ثقته بنفسه، وبيخلي الطرف التاني يحس بعدم الأمان في العلاقة. ولو حد فقد إحساسه بالأمان في العلاقة هيبدأ يدور عليه في مكان تاني. في فرق كبير ما بين انك تساعد اللي معاك انه يتطور، وما بين انك تحاول تغيره علشان يناسبك. كل واحد فينا عنده طبيعته وطباعه، ولو العلاقة مبنية على إن حد بيحاول يغير التاني غصب عنه، غالبا العلاقة مش هتستمر. طب في سؤال صعب شوية، ازاي الواحد يعرف امتى العلاقة تستحق انه يكمل فيها وامتى يكون الافضل انه يخرج منها؟ السؤال ده جميل جدا، بس للأسف ناس كتير مش بتسأله غير لما يكونوا وصلوا لمرحلة تعب نفسي شديد. ساعات بنفضل في علاقات بنحاول نصلحها، بس في الاخر بنكتشف اننا بنضيع وقت ومجهود. علشان كده في علامات تساعدنا نعرف لو ان العلاقة دي تستاهل اننا نستمر فيها ولا لا. اول حاجة ممكن ابدأ بيها ان الشخص يحاول يفهم اللي قدامه، يعني حتى لو في مشاكل، طالما الاتنين بيحاولوا يفهموا بعض وبيعاملوا بعض باحترام، فده دليل على ان العلاقة تستحق انها تستمر. بالظبط كده، لأن مفيش علاقة من غير مشاكل، المهم هو طريقة التعامل مع المشكلة دي. ممكن أضيف معاكي إن الاحترام بين الطرفين هو الأساس. لو كل واحد مقدر اللي معاه وبيحترمه في كل الظروف اللي بيمر بيها، يبقى العلاقة دي قوية وتستحق إنها تستمر. فعلا، لان الحب لوحده مش كفاية، لكن الحب والاحترام والتقدير يخلوا العلاقة تستمر. وكمان العلاقة اللي بتساعدك انك تكون حد احسن وبيطور منك ومش بتخليك تحس انك مقيد، دي علاقة تستحق انها تستمر. أما بقى لو حد حس إنه بيقلل منه طول الوقت أو بيتعرض لإساءة نفسية، دي علامة على إنها علاقة غير صحية، لأن أي علاقة فيها تقليل مستمر من الطرف التاني هتأثر على حالته النفسية بشكل سلبي جدا. في علاقات بتخلينا نحس بالراحة، وعلاقات تانية بتخلينا دايما مرهقين نفسيا. انك تحس ان العلاقة بتستهلكك اكتر ما بتساعدك، هنا لازم تسأل نفسك، هل ده وضع طبيعي؟ وبرضه لو المشاكل بتتكرر وكل مرة بتحاول تحلها لكن مفيش تغيير، يبقى هنا في مشكلة حقيقية، لأن العلاقة الصحية بتكون مبنية على رغبة الطرفين في التحسن والتغيير للأحسن. لو حد اضطر يغير شخصيته بالكامل علشان يرضي الطرف التاني، دي علامة على ان العلاقة غير صحية، لان المفروض العلاقة تكون مساحة امان، مش سبب ان الواحد يبدل نفسه بوضع وشخصية تانية مش بتاعته. العلاقة الصحية مش معناها إنها مثالية، لكن بتدي إحساس بالراحة والأمان، وبتساعدك إنك تطور من نفسك. وأي علاقة بتحسسنا بالخوف والقلق وعدم التقدير لازم نعيد التفكير فيها. وعلشان كده كل واحد لازم يسأل نفسه، هل العلاقة بتضيف ليا ولا بتاخد مني؟ وإجابتك هي اللي هتحدد إذا كنت تستمر ولا تمشي. وبكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا النهاردة. كان معاكم كوتش أحمد وكوتش إيمان، في انتظار أسئلتكم واستفساراتكم دايما من خلال صفحتنا بي هابي على الفيسبوك وإنستجرام، وقناة مراية على اليوتيوب، وطبعا بودكاست مراية على سبوتيفاي. هتكون اللينكات موجودة في التعليقات. بشكركم جدا على المتابعة، وانتظرونا في حلقة جديدة من بودكاست مراية.